الفلاح العراقي يعني شكل لك منكوب من قبل الحكومه، ما جايه تدعمه. احنا لا اشتغل بالاسواق، احنا نشتغل. العامل لا يشتغل، احنا نشتغل. الموظف لا يشتغل، احنا نشتغل. مراتب نشتغل، بس احنا ماكو. احد من العامل الاجنبي، اخلي ابن البلد هو الاساس، والعامل الاجنبي عزايد. احنا لا، صار العامل الاجنبي هو الاساس وصار ابن البلد هو عزايد. عدله، قلت له عدله وموجوده، واخذت له الكتاب واخذت له شو اسمه واخذت له صور. قال لا زوجتك عدله شلون موتينها وقاطعين راتبها وهاي صار 6 شهور. السلام عليكم، حياكم الله اعزائنا المشاهدين، وحلقه جديده من برنامج خلي نحكي عبر اذاعه ومنصه الرقيم. ومثل ما عودناكم بكل حلقه راح نتواجد باحد مناطق العاصمه بغداد، ونروح لهذا السوق الموجود بالمنطقه ونلتقي بالمواطنين واصحاب البسطات واصحاب المحال التجاريه والمواطنين والجميع. وبرنامجنا خلي نحكي، اي شخص يريد يحكي احنا بخدمته، ونرجع ونقول حق الرد مكفول. اليوم احنا وياكم بسوق جميله، وبالتحديد علوه المخضر بمنطقه جميله، وراح نبدي جولتنا ونروح نلتقي مع احد اصحاب البسطات البائعين الموجودين بهذه المنطقه وبهذه العلوه، ونشوف انطباعاتهم حول المخضر، حول الاسعار بصوره عامه الوضعيه شلون. السلام عليكم، حياك الله. كل الهلا، حياك الله، الله يسلمك. شلونك؟ حدثنا عن علوه جميله. والله علوة جميلة خير من الله، لكن السوق ماكو سوق. يعني الطماطة 150 دينار، بقال يقول هذيك ايرانية 200 دينار 150. الايرانية ينطونها صافي هنا على قطع الطماطة العراقية. اسمدة ماكو، مساعدة للفلاح خلاص ماكو. يعني الطماطة 150 دينار هو صارف عليها، اذا ما يغارب الدونة ما غش يحط عليه 1.5 مليون ين. يبيع الطن 150 ألف، ما يصرف. شي يسد عمال، شي يسد اسمدة. طن الكيمياوي هسه 1.600 نقد، الابيض مليون. الاسمده كلها غاليه، اذا يريد يجيب مكافحه اقل مكافحه 250. وتدري انت تعرف اجار قاع واسمده تكرم دواجن وغيرها، فمثل مصاريفها الطماطم مثل مصاريفها. شاي عراقيه؟ عراقيه اي، مال دجيل صلاح الدين. والله 150 بلاش. 150 دينار، يعني الصندوق ما يقارب 2000 دينار، 2000 ونص، 3000 يطلع الصندوق. ما تمشي. هاي شوف هسه بالساعه، ساعة بالتسعة وبعدنا محملين. بقية المواد العنب 400 دينار، هذا عنب اسود، هذا ب 400 دينار. عنب راس الشعب ب 400. ليش؟ والله ايراني موجود ب 500 و 450. مستورد موجود خير من الله، متوفر بالسوق. البانية ب 800,000. البانية العراقية هي شحة ب 800,000. يقول لك كل شيء مستورد موجود. البصل 350. شو وقت راح نبغى، ليش وقت راح نبقى يعني نعتمد على المستورد؟ والله ما اعرف. هاي غير نطالب من الوزاره، من وزاره الزراعه، من سيد رئيس الوزراء علي الزيدي، ينظر للفلاح. يعني الفلاح همينه ما عنده غير الفلاحه، لا عنده تقول مثلا راتب، لا عنده وسيله يعيش بيها، هي بس الفلاحه، بس الزراعه. الزراعه العراقيه اليوم منتهكه، يعني ما لها اي وسيله. الفلاح ما له اي وسيله، يشتري طن الكيمياوي 1.5 مليون. بيش يستفاد؟ بيش يبيع؟ يعني الطماطم 150 دينار 3000 الصندوق. شنو اللي اختلف هسه عن قبل؟ يعني قبل كان طن الكيمياوي ب 600. شنو اللي صار؟ ما اعرف والله شنو اللي صار، بس الطن الكيمياوي كان الداب الياباني ب 600 والعراقي ب 370. هسه طن العراقي هذا الابيض ب 900 الى 850، والاسود ب 1.7 مليون، هذا الياباني 1.6 مليون. ما يستفاد الفلاح، كل شيء ما يستفاد. يعني الاسمده غاليه، كلش غاليه. المطر والمي، زياد المي بفائده ايجابيه لو؟ اي موجود، مي متوفر السنه، يعني خير من الله، احسن من قبل، احسن من العام واللي قبل العام. المي متوفر السنه، بس الاسمده غاليه والزرع ما يمشي. تجيبه هنا العلوه، هسه احنا بعلوه جميله، واليوم الساعه بالتسعة وبعدنا انا محمل طماطم. هو انا محمل 80 بعد 30 من البارحه بايت. العنب 400 دينار وما يمشي، ما ياخذ البقال، يقول ما يمشي بالسوق. الايراني ارخص او المستورد ارخص.
من الدجيل؟ من الدجيل من صلاح الدين. عجب هناك ماكو اقبال على البضائع. ماكو سحب ماكو، يعني يجي البقال هناك يدفع بالزوج 4000 الى 5000 الزوج. والله 4000 الزوج 5000 الزوج، يعني بيش يبيع بيش هو بس عمل حاط على الصندوق 500 دينار الى 1000 يلا يحويه. ويجي البقال يعطيه 6000 يقول والله المستورد موجود. المستورد متوفر بالسوق بكل بكان، وبكان ما احط عنوة طريق وعنوة غاز وغيرها وكراوي، انا اسوق من جميله او من الدوره او من الرمول، بكل بكان متوفر المستورد. المستورد وافر بكل بكان. نتمنى انه يعني يصير فتح حل، خاصه يعني اعتماد على المحلي خوب وافضل طبعا المحلي افضل واطعم وارتب، بين ما حوشاني اليوم ابيع باكر، المستورد اغشي 3 ايام 4 ايام يلا يوصل للاسواق. يتاخر الاسواق، صحيح يجي بس هو برادات، يعني مخزون بالبراد، المخزون وين والمحلي وين؟ منتوج المحلي افضل. شكرا جزيلا. حياك الله. خلينا نتحاول نلتقي ونشوف. حياك الله. اذا اسالك كم سؤال انا ما ادري شلونك. حياك الله الف هلا. الله يسلمك. ليش نعتمد على المستورد وعندنا محلي، وشنو اللي يفرق؟ يعني والله ما اعرف شنو الفرق. احنا الزرع العراقي اولا طعمه حلو، وثانيا بس المستورد كثير علينا تركي. يعني من كل دوله، يا دوله احنا دوله مستهلكه ما عندنا انتاج. هاي الطماطم بكان ما نشتري غطيه المعجون 3000 ونص، افتح معامل معجون. احنا هسه عندنا بصلاح الدين معامل بلد سادينه، سووا معمل مال بيبسي خذ مستثمر. عندك مال بصره سادينه، كله المنتوج جاي مستورد. هاي الطماطم تبيعها 150، شو يصرف الفلاح؟ الفلاح يطلع مطلوب هسه دعم، اي دعم من الدوله ماكو. طن الكيماوي 1,600,000، الابيض 1,200,000 1,300,000، وبالدين دي ايش تاخذه؟ على مثل نقول عفوا الواحد 7 يحسبون الطن عليك 1,800,000، يعني نص انت خسران بليش؟ بالكيماوي. يجيك على المواد، على الكراب، الغاز داخل اللتر ب 550، والله سوق سوداء لان انت مالك حصه. الفلاح العراقي يعني شكل لك منكوب من قبل الحكومه، ما جايه تدعمه. يعني شو اسمه العفو الحنطه سوقناها 800 لحد الان صار لها سنتين فلوسها ماكو. والله ابو الحاصوده يطلبك، ابو الكيماوي يطلبك، كلها تطلبك، عمي عصك صك ماكو. طلعت كل هذول السامه الحراميه بايقين الفلوس وطلعت كل شيء. المسؤول شغلكم شو يسوي؟ يسوي مظاهرات، يقول لك انت شنو على اساس يسوي مظاهرات؟ يرشك بالمي الحار، يرشك لاي، وانت ليش ما تسوي؟ زين انت ليش تدرشني انا المواطن الفلاح الفقير؟ رش هاي اعطيه حقه، انطيني حقي، بكان انطيني نص. هسه عمي بطلنا نريد نص الفلوس اللي انطيناها نريد نص معدها. زين الكيماوي كان قبل بزمن صدام حسين ناخذه 200 150، هسه 1,100,000 على اساس. وعندنا احنا معامل مال كيماوي نسويه ب 500 ادعم الفلاح، ادعم الفلاح للفلاح يستفاد. الحنطه انت مو جاي تقول استوردها من الخارج ب 400 دينار، انا ابيع لك اياها ب 300 دينار، بس ادعمني بغاز وادعمني بكيماوي. انطيك اياها للدوله اسوقها ب 300 دينار الحنطه، بس هو دعم ماكو. يعني انت الحنطه جاي تصير عليك بكانه بعد ما حاصدها، تصير عليك ب 600 الطن مالها، انت الفلاح يعني ربحك بس 100,000 بالطن، وزين فلوس ما ينطونك، انت وين تروح؟ وين تروح؟ الظل قاعد وساكت. هاي هي عارفه. والله مطالباتنا نطالب من رئيس الوزراء انه ينظر للفلاح. الفلاح لان دا اذى بخص بهاي السنين، دا اذى حيل بشكل. يعني الفلاح هو انت عيشتك على الفلاحه. زين هسه احنا بصلاح الدين الدجيل انطينا شهداء وانطينا اشكال، مي مالنا لنا حصه كانت 40%، هسه لنا حصه 20%. زين 20% شو والله العظيم تانكات نملى الحلال بالسياره بالتناكر ونملاها مي. هاي السنه مطر والمي زاد المطر كله، وروح شوف هسه اخذك وياي شوف، يعني مناطقنا يابسه ما بيها مي، خلاص ما بيها مي. حسب المعلومات حتى المي لاول مره يوصل ب6 سامره ويصعد. 6 سامره قام يطوف، هسه روح عليه لا ظل بمي، كله فتحوه هيك وبشلوه، لا استفادوا منه، لا سووا سد، لا سووا مخزون. يعني الدوله ما جايه تنظر للشغله هاي الفلاح ابد بشكل ما جاي ينظرون. يعني احنا صار لنا هاي السنه الثانيه فلوس الحنطه ما استلمناها، واحنا مطلوبين عليها. تجي على الطماطه داخل البزر مالها يطلع عليك الكيلو بكان، هسه هاي الطماطه يطلع عليك الكيلو بكان ب 150 والله مكانه، وتحط عمال وتحط كراوي سيارات تطلع انت مطلوب. يعني هسه الفلاح كل شغله مطلوب،
كل من يقول لك فلاح ما مطلوب قل له تكذب عشان والله العظيم. شكرا حبيبي، اهلا وسهلا. يعني بنفس الوقت رساله للجهات المسؤوله والمعنيه انه نتمنى نتمنى انه يعني الفلاح العراقي دعمه باعتبار المنتوج المحلي يعني اكيد له فائده، والى يعني المنتوج المحلي يجيك بسرعه، ما راح يجيك يتاخر عليك مثل ما تحدثوا البقالين الموجودين هنا. فنتمنى انه يكون تعاون مع الفلاح، ادعم الفلاح، لان بالتالي الفلاح هو همين عراقي وهم راح يستفادوا. الاغلبيه هم ما عندهم شغل، هم معتمدين على الفلاحه. فخلينا نروح بلقاء اخر ونسال. حياك الله. ربي يحفظك يعزك الله ويخليك. والله وادكم مشكورين على هاي الطلعه الحلوه. انتم لو تشوفون على الجميله تعبانه حيل، وضعيتها تعبانه. هاي مثل اللي يبيعون بالشارع، اكثر شيء يبيعون بالشارع من هذه العلوه. هسه احنا شغلتنا شنو بسيطه، الفلاح من يجيب الطماطه تظل على قلبه من يومين 3 ايام يخليه ويذبها، كل شيء ما يحصل منها. نوبه خطه يسوي البقال هم الله وادك مشي له. والسوق تعبان حيل، صفر، رواتب ماكو. تروح للمواطن اللي هذا بالراتب يقول لك ما عنده راتب ماكو. المترو بعد ابو البلديه راتب مثل 250 قطعوا 50 ضل 200 بعد يصرفوها. تروح ابو الاسواق ماكو شغل، تروح لغيره ماكو شغل. يعني من يشتغل ابو الاسواق انا اشتغل، هذا الرجال العمال من يشتغل انا اشتغل. هو لو يبني له بيت طلعوا عليه دوريه، يا لا ما تبني الا تعطيني انا تبني، صحيح لو لا؟ يجي ابو البلديه، يجي ابو الامين، يجي ماجني، كل ما ياخذ مليون قال ما ابني. هذا ما ابني، هذا عن ما طلع ماكو وارد، ماكو ابو الاسواق ماكو وارد، ابو العلوه ماكو وارد، صفر الوقت. هاي شغلتنا، احنا لا اشتغل بالاسواق احنا نشتغل، العامل لا يشتغل احنا نشتغل، الموظف لا يشتغل احنا نشتغل، مراتب نشتغل، بس احنا ماكو. ايوه جميله يعني احنا الشغل احنا كله عام، الشغل كله عام. هسه احنا ابو الاسواق لا اشتغل صار عنده حركه، رجال عامل اشتغل، انا ابو المي لا باع مثل المي ما تخلص اشتغل، بس هذا ابو المي لا يجي وهذا مثل الكاتب ماكو حركه، يقول لك ما اشتري، ما حتى استكان شاي ما اشرب عنده، مو صحيح؟ ولو اكو شغل لا مثل اشتري من هذا، اشتري مثل فانينه، اشتري قميص، فاذا ماكو وحتى ابو الملابس ما يبيع، لا ابو الملابس لا هاي لا ذاك لا ذاك، كله ما تبيع. ابو الراتب مثل الراتب ايش وقت؟ يوم 10 يوم 10 ما مستلم، يوم 20 استلم، بعد مين يصرف؟ يصرف الراتب كله وراح. مو صحيح لو لا؟ هي هاي شغلتنا. شنو مطالباتكم؟ شنو مطالباتنا؟ احنا اهم شيء الراتب شهر بشهر الموظف، مثل غيره مثل هذا اللي يبني بيت يبني وقاعد يبني وجوه ما بنى، هذا العام خلوه يرجع لاهله. مو صحيح لو لا؟ بعد ماكو شغل. شيء مرتبط بشيء. ايش؟ هو شيء اعمات على واد، ابو الاسواق اشتغل انا اشتغل، هذا اشتغل انا اشتغلت، مثل هذا اشتغل مراتبه، هذا اشتغل انا اشتغلت. هاي شغلتنا احنا. الله يسهل ان شاء الله. ربي يحفظك يعزك الله يا طيب. شكرا. الله يحفظك. حجاج حياك الله، تسمح لي خليك قاعد يمك. اهلا وسهلا بك، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، الله يحفظك، الله يخليك. حدثنا عن علوه جميله بشكل عام. من اي ناحيه؟ كعلوه، كاقبال، كعمال. هاي العلوه تاسست من السبعينات، قبل كانوا يسموها ميناء العراق. كانت كل المحافظات تجي تاخذ من عتها هنا، يعني مو مقتصرة على بغداد أو أطراف بغداد، لا، كان كل العراق المحافظات الجنوبية وهي شيء شوية شوية من توسعت العلاوي، صارت علوة الدورة وعلوة اليوسفية وعلوة، يعني من توزعت هنا نقلت. الحركة مالتها مو مثل ما كانت قبل، حتى السبعينات والثمانينات والتسعينات، لا أكو، بس الزرع موجود والزرع موسمي. زرع موسمي، مثلا البانية بالصيف أول بدايتها تكون غالية، بعدين تنزل، بعدين ترد تصعد، فالزرع كله هيجي، كل شيء موسمه يكون رخيص، من يخلص موسمه يجي. الطماطة تجي أوقات تلقيها ب2000 بالعلوة ب2000، هسه بالعلوة بربع وب200، فهي يعني العرض والطلب على الموجود، إذا موجود وبكثرة موجود سعره ينزل، لا والله إذا هي كانت قليلة ومو موسمها لا تلقيها صعبة. قد العمال اصحاب العلوه الموجودين هنا يعني اللي يستفادون من هاي العلوه؟ العمال خل احكي لك، هسه بالفتره الاخيره
اكثرهم باكستانيين، والله باكستانيين غزوا علوة الجميلة، يعني ماكو مكتب ما تلقي لك به 4 5 باكستاني. العراقيين كلش قليلين. يقول لك هم مطلعين يعني على اساس انه العامل العراقي ما يشتغل، بس هذا مو صحيح. العامل العراقي يشتغل، بس العامل الباكستاني من يشتغل ايش تعطيه يقنع. العراقي ما يقنع، بس يعني من شويه ويا حقه ويا هذه ما يرضى. الباكستاني تعطيه ما تعطيه هذا ما. مع العلم هسه تنمردوا الباكستانيين. اي تنمردوا. ليش قام يجي يشتغل؟ قام يحاسبك على كل شيء. اي تعلموا اي مع العلم هم كلهم ما عندهم اقامه، كله قشق. اي والله كلهم هذول هيك، ابد ما واحد عندهم، لان بين فتره وفتره تجي الشرطه عليهم تاخذ من عندهم مجموعه ويرجعون غيره، تاخذ مجموعه يعني صاروا كلش هوايه، حتى اثروا على العامل العراقي. يعني صار العامل العراقي يجي يفتر يريد واحد يشغله ماكو، بينما الباكستانيين تارسين المكاتب. بحكم انه العمله هناك تفيده بدولته عكس العراق يجوز هنا ما تكفي. وهنا يحصر بنفسه بيش مكان حتى يحول فلوس. يعني انت لو تجي تحصي ايش قد يعني يحولون فلوس، عمله صعبه دا يحولوها حتى تاثر على ميزانيه العراق، لانه دا يحولون مبالغ كبيره. الدوله مدى تنتبه لهذا. احد من العامل الاجنبي، اخلي ابن البلد هو الاساس، والعامل الاجنبي عزايد. احنا لا، صار العامل الاجنبي هو الاساس وصار ابن البلد هو عزايد. انا ما اريد اخذ من وقتك، بس سؤال اخير، ليش سموها جميله؟ قبل يقولون يعني ما ادري صدق كذب. هنا المنطقه كانت وحده هنا، روايه انه كانت وحده هنا تبيع اسمها جميله، مثل عريبه، سوق العوره، على هاي الاسماء. كانت هنا حلوه وجميله وهي فكانت. روايه ثانيه يقولوا لا، كانت منطقه حلوه زراعيه، هي اساسا المنطقه ترى زراعيه، كانت زراعيه وهيك، فتسميات يعني متعدده. من الروايه الاصح برايك؟ اول وحده الحلوه. انت شويه قلبك راوي. لا الاول وحده احلى. اوجه. يا رب الصحه والعافيه. يعطيك العافيه، الله يحفظك، رحم الله والديك. معذرتك. الله يخليك، ربي يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا. يعني حلو من الحجي انه اراد مع جميله المراه مو مع المنطقه. خلينا نستمر بجولتنا، نلتقي بالناس، حياهم الله. السلام عليكم. شلون صحتك؟ الله يخليك، رحمة الله على والديك. شلون الشغل؟ والله خير وبركة. إذا أنتم بخير والعراق بخير من الحرامية احنا بخير. يا رب يديم الخير ويديم هاي النورة الحلوة. الله يخليك، رحم الله والديك. والله حاليا زين. هلا هو ما طول العراق نزل وكثر، السوق يبي ركود يعني. استيراد ماكو، استيراد بس الفاكهة فقط، هسه حاليا بس الفاكهة. اما الخيار، الطماطة، الباذنجان، المفروض الدولة تريد ذاكرتها للمعامل العراقية. عندنا معمل ببغداد، عندنا معمل بكربلاء مال الطماطة، ليش هسه هاي الطماطة 150 ما حد ياخذها؟ العراقية ليش؟ شنو السبب؟ عندك نزلت مال الموصل، نزلت مال كربلاء، مال النجف، مال الزبير، مال اربيل، مال سليمانية، كلها نزلت الطماطة. ليش مفتح الاستيراد؟ شنو السبب اللي خلاهم يغلقون المعامل؟ مصالح دولية يعني تابعة للجوار. مع العلم لو يفتحون المعامل ربما يشغلون اكثر من يعني آلاف الشباب هم تشتغل. الشباب تشتغل، هاي الطماطم بكان ما تروح للتلف تروح للمعامل يصير معجون. القوطية مال المعجون بكان ما استوردها واوزعها بالحصة، اخلي المحلي يوزع بالحصة. هسه ليش هاي القوطية الخايسة؟ ب2.5 يوزعوها للعراق على الحصة يعني، بينما هذا العراقي يمكن ب1,500 ب1,000 دينار. موتوا الاقتصاد العراقي الجماعة. نتمنى انه يصير حل. بركة الله على الزيدي، هاي الاجراءات مالته ينورنا بطريقه، ينور هاي المزاهه. شوف هذا الباذنجان عراقي ما حد له، هذا الفلفل عراقي، شوف هاي الطماطه، يعني هاي كلها عراقيه. ليش من الموسم العراقي ينزل الدوله تغض النظر عن الوضع، من تنتهي يصير استيراد الدوله تفتح عيونها على الاستيراد.
الطماطة تصير ب 1000 ونص، الخيار يصير ب 1000 ونص، الباذنجان يصير ب 1000 ونص. ليش؟ هاي سوق اللجنه الاقتصاديه. احنا بزمان النظام السابق، انا اليوم كنت رئيس لجنه، هاي هويتي بجيبي، كانت لجنه كل ثلاثاء تقعد تشوف شنو هالنقص. بوتيته مثلا نقول آلاف الأطنان، البوتيته صارت ب 750، ليش صعدت صارت ب 750؟ ليش شنو السبب؟ لازم اكو سبب بصعودها 750. لازم كان المواطن بيش يشتري ب 500، ليش صعدت 250؟ يضيفون حتى لا تصعد 200 ويصير ب 750. يضيف يقول له استورد حتى لا تصير ب 750، يظل المواطن يشتري ب 500. احنا هنا ماكو، لا اكو تسعيره، رقابه ماليه ماكو، رقابه اقتصاديه ماكو، كل شيء ماكو. ماكو نهايه لو يجون لا ماكو نهايه. يجيك واحد يقول انا بالاقتصاديه، يجي يسجل اسعار، هاي بيش بهالقد، هاي بيش هالقد، ياخذ اسعار ويروح برقه. هاي ايش ماكو فايده. كانت اكو لجنه من الدوره من هنا، تقعد لجنه، وهاي اللجنه كل ثلاثاء تقرر، تروح بالاقتصاديه ننجمع يعطون التسعيره، طماطه هالقد، الخيارات الباذنجان هالقد، الفلفل هالقد، يجي يحاسبون على القبابين. اللجنه تجي تحاسب على القبابين، هاي القبابين كلها غلط، كلها مو صحيحه القبابين، والله كلها مو صحيحه. هاي وحده. اثنين، الدوله هاي ادرسيلها كانوا خلي يسمعون للمسؤولين بالدوله وبضمنها محافظ بغداد. هاي العلوه هسه ايش قد مطلوبه ايجارات؟ ايش قد مطلوبه؟ مطلوبه بالمليار ونص، مليارين العلوه مطلوبه. ليش مطلوبه؟ لان الايجارات مالها غاليه، كلها 14 مليون، 15 مليون، 21 مليون. روح العلوه الرمل اليوسفيه بلاش، لا للدوله يطول للدوله لا دينار ولا درهم ولا 5 ولا 10. اهليه فتحوا هناك يا العده 10 دونمات، فتحها الفلاح سواها علوه، وقاموا البيايع كلها تروح هناك، البقاقير كلها تروح هناك، وروح انتقل للعلوه اليوسفيه وشوف. هاي كلها راحت البقاقير. شرفك يظل زرع، هذه يظل زرع. كانت علوه جميله الصبح الصفر، هسه علوه جميله. انا شوف هاي صار لها يومين الطماطم. روح لليوسفيه بلاش، لاكو ايجار ولا هاي، ياخذ عموله 10% ويقول لك يلا حمل واطلع، لان اهليه محل العلوه اهليه مو حكوميه. انت ليش عايف الاهليه تشتغل والحكوميه ساتة؟ الحكوميه تريد منك ايجار، مني تريد ايجار، تريد مني ايجار انا بالسنه تريد 15 20 مليون. ادعمني سد العلوه ذيك وتعال خذ مني ايجار. ليش هسه العلوه كل مطلوب؟ قلل الايجار، سوي 10 بالسنه حتى اقدر انطيك. روح شوف العلاوه هسه اغلب واحد مطلوب 400 و500 مليون. هاي العلاوه كلها هاي 300 مكتب. ليش انت موتتها بعلوه اليوسفيه؟ اكو خلل، انا افتح الاهلي والحكومه اسده لويش. شنو السبب؟ غير اكو سبب؟ واحنا بركت نترجى خير من الزيدي. اللهم يعطيكم الصحه والعافيه لهذا الشعب العظيم اللي انتهك من الاعلى الى الاسفل. ان شاء الله بكم البركه. والله بيكم بجهودكم انتم. اي والله انتم السلطه الرابعه اليوم. الله يسلمك. خدمتكم. انتم معتبرون القياده ان الله يسلمك. خدمتكم ان شاء الله، خدمتكم. اكيد يعني مستمرين بحلقتنا، ومثل ما شاهدنا الاجواء. خلينا نروح نلتقي باحد اصحاب العمال الموجودين ونشوف هم اكيد عنده معاناه، مو فقط تروح توقف. حياك الله. حياك الله. شلونك؟ ان شاء الله بخير. بخير الحمد لله والشكر. خيرك شو مريض شنو؟ اي والله تعبان شوي، حالتي تعبانه. شلون عربانه؟ اي والله. شلون الشغل؟ والله تعبان الفتره هاي لانه سوق ثقيل ماكو والاسعار رخيصه، ماكو سوق يعني. اي يعني حسب العلاقات وهاي. إيه. شلون مدبر وضعك انت عيشتك؟ والله الحمد لله والشكر. انا هسه كنت سابقا عندي غير مهنه، بس المهنه ما توقفت. كنت انا خلف مال بافون، والبافون شويه دهورت اموره نسبه لهالسوق هذا الحمد لله والشكر، شو الحكومات وكذا. اي فدهورت اموره، بقيت انا عبت الشغل هذا وجيت هنا اتجهت لهذا الشغل. عربانه لك؟ لا والله اجار. اجار؟ اي والله. ليش اجارها يوميا؟ والله 3000. اليوم 3000؟ اي والله. قد حصل انت الان؟ والله حصل لي بيوم يعني انا اوصل البيت ب6، ما حصل 4 5 6. وين ساكن؟ ب7 خطوط. اي والله.
لا والله اقساط، اخذت البيت بالاقساط هسه حاليا وقاعد اقسط به. هسه بيت اقساط والايجار مال عربانه، واكيد عندك عائله. عندي عائله، عندي 3 اطفال والاطفال شوي بعدهم مو هالقد كبر. هذا الشغل زين لا مش؟ والله حاليا هسه مصرف بيت يعني اكثر من مصرف بيت ماكو. نوبات مثلا ما اطلع مصرف بيت، ما يطلع. يساعدك. والله مصرف بيت نوبات ما يطلع يعني. اي والله. زين. مع ذلك انت مستمر وجاي وتريد. شو نسوي يعني هاي الحاله نبقى على الحاله هاي والحمد لله والشكر. الله يرزقك ان شاء الله. الله يهديك موفق ان شاء الله، الله يهديك ان شاء الله. يعني بصراحه يعز علينا ان نشوف مواطن عراقي العربانه مأجرها والبيت مشتري بالقسط ويشتغل، يعني يا دوب يطلع خلينا نقول 10,000، هم اذا يطلع 3000 يبقى 7000، شلون راح يتصرف فيهن ما اعرف. و1000 كروه بقى هاي 6000 3 وجبات، شلون تحسبونها ما ادري، شلون راح يجمع القسط مال البيت ما ادري. اكيد يعني معاناه. نتمنى انه اهلنا وناسنا بهاي المناطق ايضا يكون دور الحكومه بايجاد حلول، بايجاد شغل لهم. يعني صراحه موقف صعب ان نشوف مواطن عراقي. اكيد جولتنا مستمره وياكم من داخل علوه جميله، خليكم ويانا. متواصلين وياكم بحلقتنا وجولتنا، وراح نلتقي باحد المواطنين. حياك الله حجينا. هلا بيكم، مرحبا كثير. شلونك الاخبار؟ الله يحفظك. والله شو تشتغل هنا؟ جاي تتسوق؟ لا والله هيك القط وانا هذه بالداخل بحيطان. عندي ابني ذاك اليوم هم اول تمس طلعت من العمليه وبالانفجار ها هم سخط 4 ملايين اخذ بالمستشفى مال الكر. 4 ملايين اخذ مني. وشنو جاي تلقط؟ ما اعرف شنو تلقط. هيك لقط ها هو بالانفجار هذا مال باب العدوى مال الثانيه ظل تكليه هذا على السريع اللي يخيطونه على السريع من صارت الانفجار على السريع. تعال شمس ما لك علاقه بالسياره. تعال جاي تعال جاي. بالانفجار على السريع. هذا قام يطلع له خيط يبزوي، ابويا يبزني اخذته للحارثيه للدكاتره ذول بالحارثيه. قال عم هذا الولد يحتاج لعمليه، والعمليه اليوم انت تقول ما عندي والله انا منا وتدينت ومنا 3.5 قوه طحنا عليهم. وهسه ذاك البارحه اخذوا 50 ما له شو يعدلونه ويسوونه ويعربونه ويسوونه ويضببونه ويرتبونه وينظفونه. شنو هذا ماخذه من البيت؟ اي ما عندكم شغل عمل؟ لا والله انا ما عندي رعايه وقصوهن الولد قصوهم. ظليت بس انا والمال. ذاك اليوم هم قصوا المراه ورحت راجعت على الرعايه قلت له استاذ احنا ظلينا بس احنا وياها والنوب موتينها. قال عدله؟ قلت له عدله وموجوده. واخذت له الكتاب واخذت له شو اسمه واخذت له صور. قال لا زوجتك عدله شلون موتينها مقاطعين راتبها وهاي صار 6 شهور موتينها النوب ثانيه ردوا لها. اي قلت له استاذ ليش هيك؟ قال غلطه هو نفسه المدير نفسه مع رعايه هو. يعني انا حجي برخصك هنا. يعني انا بس اسال سؤال. انا عندي بس اسال سؤال خليك خدمه عن الناس هاي. يعني فوق ما انه هو على الرعايه عايش صعبه هاي العمليه وقاطعين الراتب وموتين زوجته وهي عدله. يعني بصراحه ما راح اسال. هو السؤال موجه للمسؤولين المعنيين. يعني شلون تقبلوها انتم؟ وجاي هو يلقط يعني ما عنده مسواق يلقط ويقول انا زين احسن من غيري. والله شلون زين انت احسن من غيرك؟ يعني اكو ناس فدنوا ما عندها يتعشى ما يتغدى. ايش عندك انت؟ انا عندي هاي اتلقط منها ونعمه وعند الرعايه هاي اقول لك ظلينا بس انا وزوجتي. اي عادوها ردوها رحت له رجعها الرعايه وتقول خير من الله. ايوه انا اقول النعمه من الله وخير من الله. يعطونا 140 120 انا وياها ونعمه الله وهاي رحمه
بس اكو ناس كل شيء ماكو، مأوى ماكو، يعني الشغل يعني انا البارحه رحت للسوق بطل الزيت ل 3000 وكيلو شكر، يعني ايش قد صار؟ كيلو شكر بيلي وهذا 3 الا ربع 4 الا ربع الله على والديك سوق الداخل مال الشعبي. يعني هسه يعني على وضعها خليني اوجه رساله. انا ولا وجه رساله. انتم بس شوفوا حجم القناعه وين واصله، بصراحه والله انا مصدوم، انا اسولف وياهم مصدوم. الله يسلمك ويحفظك. يستلم 100 يستلم خلي خدمك يستلم 120 140 الف بالشهر، وعنده عائله وزوجته، وكل هذا يقول انا زين اكو غيره ما عنده، بس شوف القناعه اللي عند العراقي. بس المشكله ما جاي توفرون للمواطن العراقي حتى يبقى قنوع. انتم جاي تخلون يوصلون هالمرحله، مع الاسف عندنا هواي عوائل خصوصا بمناطق اطراف العاصمه معاناه يعني كل شيء هواي، فنتمنى انه يكون لكم دور. تعبتك حجينا. الله يسلمك الله يسلمك. والله لا هواي اخذوا مثل هاي العمليه يعني صعبه. هسه احنا البعض سويت العمليه هسه وطلعت يعني حطيته بالفراش. انا بخدمتك شيء عندك اسمعني، يا اما تعطي رقمك للمصور يا اما تاخذ رقمه من المصور وانا اتواصل وياك بالخدمه ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. يا قناه هي انتم هاي الرقيم، انا اجيك بشكلك الخاص، شنو تحتاج انا بخدمتك. الله يسلمك. بالصحة والعافية. اشكرك. هسه خلينا نكمل وخدمتك انا ان شاء الله. يعني قناعه والله بصراحه ما اعرف شو احكي عنها، انه 120 يستلم 140 راتب الرعايل بالشهر، وجاي يلقط يعني على اللي يقدر عليه حصله من العلوه، ويقول خير من الله انا عندي ومقتنع، اكو غيره ما عنده. فيعني نتمنى انه يكون التفاته حقيقيه، ومثل ما شاهدنا المناشدات اللي اصحاب المكاتب ناشدوا من خلال برنامجنا لهذا اليوم من علوه جميله. نتمنى انه هاي المناشدات والمطالبات تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل المسؤولين ويلقون حل سريع لهاي الفئات الموجوده بعلوه جميله وسط العاصمه بغداد. وصلنا وياكم لختام حلقتنا من برنامج خلي نحكي، نلتقيكم في حلقات اخرى ومناطق اخرى واسواق اخرى. دمتم في امان الله.